اول حاجه قبل كل شيء السلام عليكم. نعرفكم بعدا براسي. انا نور، من مدينه الدار البيضاء. تساليت في وجده وعشت فيها 3 سنين، ومن بعد تزوجت لكازا. اصل بابا وجدي وماما وجديه. صراحه فكرت بزاف قبل ما نعاود هاد القصه ديالي، ولكن في الاخير قررت نعاودها باش البنات يستافدوا منها وما يطيحوش في الغلط اللي طاحت فيه. المهم، انا كنت من عائله شبه غنيه، يعني بحكم ان الاب ديالي كان محامي ديال الورث، والام ديالي كانت مديره ديال واحد الفئه ديال مديره ديال فئه صغيره في واحد الشركه ديال الفوسفات في كازا. المهم، القصه ديالي غادي تبدا ملي شديت التاسع ديالي وقررت نتحول للعمومي، بحكم انني قريت من لابتيت حتى الثالثه ايكول بريفي. المهم نتوما عارفين ليكول بريفي يعني مزيرين، الساعات محدوده وكلشي، يعني كيجيبني ترونسبور يديني ترونسبور، مكنتش نخرج بلا بحال هكا يعني في العموم. ملي تحولت كان عندي داك العام السانكيام، انا كنت كنقرا مزيان، خديت التاسع ديالي بمعدل اللي عالي اللي هو 17، خديت الموحد ب17 والدورة العادية خديتها ب18. المهم كان القرار ديالي انني نتحول للعمومي، بالعكس والديا يعني قالوا لي ما تحوليش، ولكن انا بقيت مصره انني باغا نكون مع ولاد الشعب. المهم تحولت، وراكم عارفين بنات كازا كيطيروا صافي، ما كنعيش بنات كازا ولكن واحد الفئه كيطيروا فعلا. المهم تعرفت على واحد البنت سميتها هناء، كانت طوبلات في سانكيا، تعاملت معي في دور مزيان، خلاتني نثق فيها ونبدا نعاود ليها اسراري. المهم ولات هي صاحبتي الوحيده، ما تعرفت على حتى شي بنت من غيرها، حيت كانت كتقرا معايا. كانت من داك النوع اللي معديه معايا المدرسه كامله، من غير واحد الدري اللي كانت كتمشى معاه بزاف. حتى ملي وليت كنتمشى معاه انا، ولات هي كتبقى كتمشى معاه، فتعرفت عليه. داك الدري كان سميتو حسين. المهم انا دابا عندي 19 عام، نسيت ما قلتهاش ليكم. المهم داك الدري سميتو حسين، تعرفت عليه ولينا صحاب، يعني ولينا 3 صحاب ديزامي ما كنتفارقوش. ولينا دايرين جروب في واتساب في انستغرام، كندويو في واتساب في انستغرام، ولينا واحد يعني واحد الكليكه ما منهاش جوج. صافي داز سانكيام، هو كان كيقرا في سيزيام حيت كيقرا مع هناء، ولكن يعني هو طلع وخلاها هي دوبلات. المهم هو دوبل في سيزيام وحنا طلعنا عنده انا وهناء، ما كانش كيقرا معنا في نفس القسم، وكنا ماشي، وانا ما كنتش كنقرا معاه، هنا كتقرا في قسم وهو في قسم وانا في قسم، يعني كنا 3 مفارقين كل واحد في قسم. المهم حاولنا نتجمعوا ولكن ما قبلوش، حتى واحد النهار بالضبط في العطله البينه، يعني العطله اللي كتوصل بين طوره وطوره، خدينا النتائج نهار الثالث في العطله، يعني الحد 2 3 نهار الاربعاء بقى عقل، ماشي بقى عقل يعني 3 في الصباح نهار الرابع في العطلة. كندخل كنلقاهم بلوكيني بجوج من الواتساب وانستغرام، كنتسائل علاش، كنلقاهم ما كاينش جواب. المهم رجعنا قلت لهم علاش بلوكيتوني، مبقاوش كيتعاملوا معايا مزيان ولكن بلوكاوني. جات العطلة الربيع خرجنا، ولكن قبل بعدا دخلت انا وحسين في انو غراسيون، حيت وليت كنبغيه بزاف البنات ما تخيلوش قداش، وليت في ديك اللحظه نقول يعطيني عينيك نعطيهم ليه. المهم دخلنا في اون، جات العطلة الربيع دوزنا، عاود نفس البروبليم في عطلة الربيع بلوكاوني. كان هاد المرة ماشي في نهار الرابع، لا في النهار الاول خرجنا رجعت لقيتهم بلوكي، ما فهمتش عاوتاني. دخلنا عاوتاني قلت علاش بلوكيتوني، بدينا هكا وين مشاو عاوتاني بلوكاوني، والمعامله ديالهم غدا كتخيب معايا. المهم بقيت انا وحسين في نقلاصه. جا نهار
الاخير عيد العام يعني خدينا النتائج مشينا من بعد 6 ايام بلوكاوني نهائيا. المهم انا كنت مسافره فما قدرتش نمشي عند هنا للدار ولا عنده هو صافي. بقى عقله كنت مسافره للحسيمه، رجعنا من الحسيمه وصارت سعود. صافي جا الدخول المدرسي كان عندنا ديك العام الباك ونجحنا ب3. المهم في داك العام كنمشي كنقلب علاش من تانية باك جيت فيها. كنلقى سميتي جيت في الثالثه كنقلب على الاسماء ديالهم حيت كاين واحد الطابلو كل واحد وسميتو واش من قسم جا ما كنلقاهمش كاينين. صافي قلت وقيلا مازال ما تسجلوش. كنتسنى والو نهار الثاني نهار الثالث حتى قررت نمشي عند هنا للدار. كندق للدار والو ما كاين حتى حد. مشيت عند حسين والو بحكم انهم كانوا ساكنين في عماره واحده والو حتى واحد فيهم ما كيحل ليا. انا تأزمت واحد الازمه اللي خايبه راكم عارفين بدي 17 عام مراهقه وديك الفتره كتكون فيها صعيبه. المهم ديك الساعه ترجع لواحد الدري سميتو مراد اللي انا قلت مع راسي انني نقدر نسحل. حسين لا درت غلاسيون مع هذا وقبلت. المهم درنا غلاسيون بقات شي 3 شهور من بعد تفرقنا. مورا ما تفرقنا بشي شهر بداو كيصيفطوا لي شي تصاور ديالي انا ومراد بحالات خايبين، مع انني انا عمري كنت معاه في دوك الحالات. يعني داك الشخص داير فوتوشوب. فانا تشوقيت في ديك اللحظه وديك النمره ما عرفتهاش. كنقول شكون كيزيدوا يتصيفطوا التصاور ولكن ديك النمره جاو عندي انستغرام عاوتاني كيتصيفطوا التصاور. ما كاينش تهديد يعني الفلوس ولا شي حاجه، لا هي التصاور. تقول واش بغيتو شي حاجه واش بغيتو الفلوس ما تبارطاجيش التصاور. انا ما فهمت. المهم بقى هكاك الوقت انا خايفه لشي نهار يوصلوا لتصاور الوالديه حيت كنا عائله محافظه جدا. المهم طيب الوقت هكاك شديت البكالوريا ديالي واخا ما شديتش اسمو التلزوين شديتها ب12. المهم دفعت المدارس ما قبلاتنيش حتى مدرسه. صافي دفعت لافاك تقبلت بلافاك ولافاك عارفينها في كازا كبيره ولكن بقات تقنيني مع طالنا. صافي بقيت في لافاك كنقرا. المهم هذا العام الثاني ديالي في لافاك ولكن مازال ما كملتش لي كود قليله. ملي بديت كنقرا في لافاك عاوتاني كيتصيفطوا لي هذوك التصاور وتما بدا التهديد ديال هادشي عندي للدار ولا غندير لك ولا غنفعل لك ولا غنترك لك. انا ما كنتش كنجاوب على دوك الرسائل. كنت كنتوعد لا في الواتساب لا في انستغرام. ما كانش عندي فيسبوك ما عنديش دابا الفيسبوك وعمرو كان عندي فيسبوك. كطلع ديما في عمري من نهار طلعت لافاك عمري جاوبت على داك الرسائل. بصراحه تضرب بزاف من جميع النواحي. لما جيت تصور لما جيت الدري اللي بغيتو ما عرفت عليه تخبر ولا البنت اللي متعلقش بيها وحتى هي ما عرفت عليها تخبر. صراحه تصدمت بزاف ولكن كنت كنآمن بواحد الحاجه ان يعني الخير فيما كتبه الله والخير فيما اختاره الله وما نمشيوش فيما مشانا الله. طلعت العام الثاني في لافاك اللي هو هذا وكانت جات كورونا بدات هاد لافاك. المهم في الوقت العام بعدا في الصيف كانوا كيوصلوا دوك التصاور. المهم دابا حيت مابقاوش كيوصلوا دوك التصاور. المثال اللي بغيت نوصل للبنات هو ما تثقوش وياكم ما تثقوش حتى تعلقوا بالتحت. واحد الغلط اللي انا وقيلا كيديروا كاع البنات هو انهم كيديروا غلاصون باش ينساو الغلاصون اللي قبل منها حيت باقي يحسوا بشي حاجه. لا
ما عمركم غتنساوه داك الشخص اللي كتبغيو بديك الطريقة. ربي كتب النسيان والحمد لله انا نسيتو. فكنصحكم ما عمركم ما تلجؤوا لهاد الطريقة حيت ما عندها حتى نهاية، مكيناش. وقبل ما تدخلوا في اي غلاصون اختاروا الشخص المناسب وتعرفوا عليه مزيان. واخا انا تعرفت عليه مزيان فتعرفوا اكثر، واخا هذاك ما تتعلقوش به. وشكرا، هادشي بغيت نقول لكم وصافي.